السلام عليكم يا ناس، ان شاء الله طيبين يا اخي. الرسالة دي بخصوص الفيديو ده. الزول ده شفتوه؟ الزول ده يا اخي، انت يا صاحب المحتوى، انت والله لا عندك محتوى ولا عندك علاقة بالمسرح ولا عندك علاقة بالميديا ولا عندك علاقة بالثقافة. يا اخي ده اسمه محتوى، ما تقول لي مقالي، يا اخي ده اسمه محتوى حساس. عارف حاجة اسمها محتوى حساس؟ انت والله محتواك ده ما بيشبه الشعب السعودي، وانت ما بتشبه الشعب السعودي، ومحتواك ما بيشبه الشعب السعودي، وما في سعودي بيعمل الحركة اللي قاعد تعمل فيها انت دي. يا اخي شنو مقالب؟ بغض النظر قلنا خلاص مقالب، المقالب ده عمل مقلب اقتل زول يموت زول، ما في زول بيقدر بيسألك عشان مات. لكن ده محتوى حساس، انت عارف مع كلمة محتوى حساس الشخص ده عنده أسرة، عنده أهل، عنده أخوان، انت عارف ممكن يحصل انفصال بينه وبين زوجته، ممكن يحصل انفصال بينه وبين اشخاص كثير، ممكن انفصال بينه وبين خطيبته، على اساس ان المحتوى اللي انت رافعه ده، انت عقلك ده بيقول لك شنو يا اخي؟ انت والله ما ممثل، ما تخش نفسك، انت ما عندك مدير اعمال بيهديك ولا عندك شخص بيهديك بيقول لك يا اخي طريقه المقالب اللي انت ماشي. شوف انا ما عندي علاقه بالميديا بتاعتك الثانيه وفيديوهاتك الثانيه، لكن علاقتي بالمحتوى اللي انت ماشي فيه او المقالب اللي انت ماشي فيها دي، بالذات المقلب ده، الماده اللي انت عملتها دي غلط، غلط ثم غلط. وده ممكن يدينك، انا رسالت للشعب السعودي قاطعوا الشخص ده، الشخص ده عمل له مقاطعه. انت خد مكانك يا اخي، انت اصلا انت ما عندك اي مسؤوليه، خد مكانك مكان الشخص ده، خد مكانك مكان الشخص ده. عندك اولاد، عندك اهل، ام واب واهل، يشوفوك انت بيعملوا فيك نفس الحركه، او بتستسلم لحاجه زي ده. خد نفسك مكانه، دي شغل حساس، ده شغل لا يعرف الا من لديه مسؤوليه في نفسه، وانت ما عندك مسؤوليه، وانت لا تشبه الشعب السعودي ولا بتمثل الشعب السعودي. فانا بقول لك يا اخي لو ما عندك محتوى تعال انا بديك محتوى، والله اديك محتوى، والله كل يوم اديك حلقه، رايك شنو؟ قسما بالله كل يوم اديك حلقه، ولو دارني في السعوديه اجي اصور معاك. لكن اللي بتعمل فيه ده والله ما صح، والله بتعمل فيه ده ما صح. انا معاك مثلت وضحت الزنا، ووضحت السرقه، ووضحت الاغتصابات، ووضحت اي حاجه، لكن ما بطريقتك، ما اثرت فيني بطريقتك دي. انا وصلتها رساله كتمثيل، لكن انت مباشر انه اللي عملته ده اكبر غلط، واكبر غلط للدوله السعوديه. مفترض السعوديه ما تسمح لك بهذا، ده كده ذاته بيشهر الفساد في السعوديه، وبيعكس خلفيه السعوديه، وبيعكس خلفيه العمال اللي في السعوديه، بيعكس عدم صداقه الناس الشغالين في السعوديه. فهذا غلط، اكبر غلط. فارجو انك تغير هذا المحتوى، شوف لك محتوى يشبه الناس ويشبهك ويشبه الشعب السعودي ويشبه المسلمين. فهذا شخص، هذا محتوى اسري حساس، اسري حساس. يعني انت بتعرف اسري حساس؟ انت ما عندك علاقه بالاسر ذاته يا اخي.